تحاليل ما تدفعش فيها جنيه، وفر فلوسك لانها ملهاش اي لازمه. اولهم تحليل فيتامين بي 12. بي 12 اصلا سهل جدا ان احنا نحدده عن طريق الاعراض اللي بتظهر عندنا، زي التنميل في الاطراف، الارهاق اللي موجود طول الوقت. انت عارف اصلا في تحليل بي 12 اللي انت بتعمله التحليل ده عمره ما بيقيس نسبه بي 12 اللي داخل جوه الخلايا، هو مجرد بيقيس نسبه بي 12 اللي موجود في الدم، لكن اللي واصل جوه الخلايا مش بيحصل ان احنا بنقيسه، وبالتالي بيبقى التحليل غير دقيق. ممكن نحلل بي 12 ونلاقيه في الدم مظبوط، لكن في الحقيقه احنا عندنا نقص شديد جدا في بي 12 اللي واصل للخلايا، والجهاز ده هيحدد لنا نسبه النقص دي وكميه الفيتامينز المظبوطه اللي احنا محتاجين ناخدها. مش هيقيس بس بي 12، ده كمان هيقيس من اول بي 1 لحد بي 12 والفوليت، وكمان هيقيس الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم، وهيقيس كل هرمونات الغده والهرمونات الانثويه، وهيقيس كل حاجه في جسمنا. احنا مش محتاجين ناخد في الوقت ده مالتي فيتامينز هيدينا كميات قليله جدا من الفيتامينات الناقصه في جسمنا، احنا محتاجين ناخد الكميه المظبوطه اللي محتاجه تعوض النقص الموجود عندنا. في الحاله دي انت هتكون اخدت الاي في دريب المناسبه ليك بالكميات المناسبه ليك في كل حاجه ناقصه في جسمك، لكن مش هتقعد تخمن يا ترى الكولاجين هو اللي ناقص ولا الحديد هو اللي ناقص. احنا هنشوف الاناليسيس هيقول لنا ايه وهنمشي في الطريق المظبوط. اما بقى الحالات اللي دايما عندها نقص من بي 12 هي الحالات اللي عندها ميجالو بلاستيك انيميا، او ان هي ماشيه على نظام غذائي نباتي، الفيجن دايت او الفيجيتيريان دايت، الحالات اللي ماشيه فترات طويله جدا على ميتفورمين زي مرضى السكر، وفي الحاله دي احنا دايما اصلا بننصحهم بالبي 12، كمان الناس اللي عندهم دايما التهابات في الاعصاب الطرفيه، وفي الحاله دي الاي في دريب هو افضل اختيار برضه ليهم. عارف ليه؟ لانها سيشن 40 دقيقه هتخلصك من اعراض كتير جدا، ممكن تفضل 3 و4 شهور تاخد اقراص وما تتخلصش منها في النهايه. المهم بقى دلوقتي انت لسه ما تعرفش حاجه عن جهاز الاناليسيس او الاي في دريب، اكتب لي كومنت تحت الفيديو ده باي في دريب، وهكتب لك بالتفصيل ايه اللي بيعمله الجهاز ده وازاي بنحدد الاي في دريب المناسبه ليك، والجلسه بتاعته ممكن تكلفك قد ايه يا ترى. وسواء انت خدت اي في دريب او باتشز او اقراص من فيتامين بي، احب اطمنك ان هي ما فيهاش اي مشكله على صحتك، لان اصلا فيتامين بي بكل اشكاله بيخرج من الجسم عن طريق اليورين. انت عارف المشكله الكبيره في ايه اللي خدعنا كلنا؟ فيتامين سي. انت متخيل ان فيتامين سي ده ممكن يسبب كارثه فظيعه جدا لجسمك لو انت اخدته بجرعات عاليه؟ والفيديو الجاي هنتكلم بالتفصيل اكتر عن فيتامين سي.